بيبدأ فيلمنا مع بيتر بان وهو راكب السفينة بتاعته مع تنة ورنة، وبيودع ويندي بعد ما وصلها لبيتها. وبعدها بيعدي سنين كتير وبنشوف ويندي بعد ما كبرت واتجوزت وخلفت طفلين، بنت اسمها جين وولد اسمه دان وجوزها اسمه ادوارد. وبتوريهم النجمة اللي بيتر بان كان بيظهر لها عندها، ودايما بتحكي لهم على مغامرات بيتر بان. وبيعدي فترة وبتقوم الحرب العالمية التانية. ادوارد بيودع عيلته علشان خلاص هيشارك في الحرب. جين بتعيط على فراق باباها، بس هو بيوعدها ان هم هيتقابلوا قريب. وبعدها بنشوف ان الحرب بتوصل لمدينة لندن اللي فيها ويندي واطفالها، ومعظم المدينة بيتدمر. تبدأ الحكومة انها تنقل الاطفال اللي موجودين في المدينة لمدينة تانية حرصا على سلامتهم. وبنشوف بعدها جين وهي ماشية مع نانا بعد ما اشترت هدية لاخوها بمناسبة عيد ميلاده، بس فجأة بيحصل غارة فبتجري جين بسرعة علشان تلحق تروح البيت. وويندي ودان بيكونوا قلقانين عليها جدا فبيخشوا يستخبوا في المخبأ بتاعهم. اول ما بتوصل جين على البيت بتدي لاخوها الهدية بتاعته اللي بيفرح بيها جدا. وبعدها ويندي بتقعد تحكي لابنها عن اسطورة بيتر بان وعن حكاياته، وبنلاحظ ان جين مش مقتنعة بكلامها ومش مقتنعة ان في حد اسمه بيتر بان. بس اللحظة بتنشد للكلام لما مامتها بتحكي ان بيتر بان لقى كنز كبير هو والاطفال. وبعدها بيقرر ان هو يخبيها في السفينة بتاعت هوك. ولما بيبارزوا بالسيف بتيجي تانا وبتنزل غبار سحري على السفينة بتطير بالكنز. بس بعدها جين بترجع لتركيزها وبتقول ان كل ده خيال ومش حقيقة. وبعدها دان بيزقها فبتقع مذكراتها في المية فبتتعصب جدا عليه. وبعد ما الغارة بتنتهي بيرجعوا تاني لبيتهم. وبعد كده بيجيلهم واحد بيقول لويندي ان لازم اطفالها يتنقلوا لمدينة تانية حرصا على سلامتهم. فبتزعل ويندي جدا وبتروح لبنتها وبتفهمها كل اللي بيحصل. فجين بتتضايق اكتر وبتتعصب وبترفض انها تمشي، بس ويندي بتحاول تفهمها ان ده لسلامتها هي واخوها. وبتقول لها انها لازم تحكي لدان على طول عن قصص بيتر بان. فجين بتقول لها ان مفيش حاجة اسمها بيتر بان وان ده مجرد خيال. ولما دان بيصحى من النوم جين بتقول ان مفيش حاجة اسمها بيتر بان، فدان بيقعد يعيط. بعد كده بتدخل اوضتها وبتفضل تعيط. بتمسك عروسة بيتر بان وبتبص على النجمة اللي موجودة في السماء، وبعد كده بتنام. وبعد كده بنشوف الكابتن هوك هو والقراصنة اللي معاه بيظهروا عند بيت ويندي. بيخطفوا جين اللي بيبقوا مفكرينها ويندي، ياخدها بعد كده على ارض الاحلام وبيكون خاطفها علشان يقدر يوصل لبيتر بان. وبيخلي سميع المساعد بتاعه يصطاد اخطبوط علشان يساعدهم في الخطة بتاعتهم. بيعلق جين على الشبكة عشان يخلي الاخطبوط يهجم عليها. فجأة بيظهر بيتر بان وبينقذها. فالكابتن هوك بيخلي البحارة ان يحدفوا عليه قنابل. بعد كده الكابتن هوك بيقوله ان البنت دي ويندي. فبيتر بان بيتعصب جدا وبيفضل يبارزه. الكابتن هوك بيمسك جين وبيرميها في المية. فبيتر بان وتانا بينزلوا البحر علشان ينقذوها. في اللحظة دي الكابتن هوك بيكون مبسوط جدا لان هو مفكر ان هو انتصر. بس بعدها بيظهر بيتر بان وهو شايل جين، وتانا بترش غبار سحري على الاخطبوط وبيوقعوه فوق الكابتن هوك. بس الكابتن هوك بيعرف ان هو يهرب منه. وبعد كده بيتر بان بيطلعها من الشوال وبيتفاجئ انها مش ويندي، وهي بتتفاجئ بوجود وان هو مش خيال. في اللحظة دي الكابتن هوك بيرمي عليهم قنبلة فبياخدها بسرعة وبيطير بيها. وبعدها بيتر بان بيسألها انت مين، فهي بتقوله ان هي جين بنت ويندي. فرح جدا وبياخدها على ارض الاحلام. وطبعا تانا بتغير منها فبتزقها وبتقع، بس بيتر بان بيلحقها وبيعتذر لها عن اللي حصل. وبيعرفها على الاطفال اللي هناك وبيقول لهم ان جين هتعيش معانا علشان تحكي لنا قصص. الاطفال بتفرح جدا بس هي بتقول لهم انها ما بتعرفش تحكي اي قصص، فبيقولوا لها على الاقل انها تلعب معاهم. وبرضه بترفض. ولما بتشوف طفل فيهم بتفتكر اخوها دان وبتبقى عايزه ترجع البيت. تروح لسميع اللي بيحاول يقنع الكابتن هوك ان هم يمشوا من الجزيره ويبعدوا بقى عن بيتر بان، بس الكابتن هوك بيرفض. وبعد كده بيسمع صوت الاخطبوط فبيجري بسرعه يستخبى. وبنشوف بعد كده جين واقفه مستنيه اي قارب علشان تعرف ترجع لبيتها. تانا بتقول لبيتر بان ان هو يسيبها علشان تروح، بس هو بيزعق لها. بعد كده بيروح لها وبيطلب منها انها تفضل معاه على الجزيره، بس هي بترفض وبتقوله انها لازم تروح لمامتها واخوها. وبتودع بيتر بان وبتمشي بالقارب البسيط بتاعها، بس اول ما بتمشي بيه بيقع بيها وبيغرق. فبيطلع بيتر بان وبينقذها وبيقرر يعلمها الطيران علشان تعرف تروح بيتها. وفي الوقت ده الكابتن هوك والبحارة بينزلوا علشان يدوروا على بيتر بان والكنز. وبنروح لبيتر بان اللي بيقول لتانا انها ترش غبار سحري عليها علشان تعرف تطير، فهي بترفض. فبيقول لها انها لو ما رشتش عليها هتفضل عايشة معانا.
فبترش عليها كتير جدا، وبعدها بيتر بان بيزقها علشان تطير، بس هي بتقع وما بتعرفش كل ده، والكابتن هوك بيتفرج عليهم من بعيد. واول ما بتقع على الارض بيتر بان بيضحك عليها، فهي بتتعصب وبتزعقله وبتقوله انها لازم تروح البيت. فالكابتن هوك بيقرر ان هو يستغلها مقابل ان هو يرجعها البيت. بعد كده بيتر بان بيلاقي المذكرات بتاعتها، فبيقعد يلعب بيها هو والاطفال. فجين بتتعصب جدا على بيتر بان، فبتيجي تنة ورنة وبتزعق لها. فجين بتقول لها انها مش مقتنعة بوجود جنيات في ارض الاحلام، فبتزعل تنة جدا وبتقع على الارض ومتعرفش تطير. وبتقعد جين لوحدها في الغابة وبتفتكر اهلها، وبيروح بيتر بان علشان يعالج تنة ورنة بعد ما وقعت. فهي بتقوله انها مش كويسة لغاية ما جين تفهم ان في فعلا جنيات في ارض الاحلام. فبيقرر بيتر بان ان هو يروح لجين ويقنعها ان في فعلا جنيات موجودين في ارض الاحلام. وبعد كده الكابتن هوك بيروح لجين وبيقول لها ان بيتر بان سرق الكنز بتاعه، وان هو محتاجها علشان يقدر يوصل للكنز، ومقابل كده هيروحها البيت. فجين بتوافق، ومقابل كده ان هو ما يأذيش بيتر بان، فهو بيوافق وبيكتب لها وثيقة بكده، بيديها صفارة علشان تصفر له اول ما توصل للكنز. بعد كده بيتر بان والاطفال بيدوروا على جين في الغابة لغاية ما بيلاقوها، وجين اول ما بتشوفه بتعتذر له على اللي هي عملته في تنة، وبتطلب منه ان هم يلعبوا مع بعض لعبة البحث عن الكنز. بدأوا يلعبوا مع بعض، وكل الاطفال بقوا ماشيين في الغابة يدوروا على الكنز. وفعلا بتقدر جين انها توصل للكنز، بس الصفارة ما بتشتغلش، وبيتر بان بيفرح ان جين لقت الكنز. وبعد كده واحد من الاطفال بيمسك الصفارة وبتشتغل معاه، وفي اللحظة دي بيجي الكابتن هوك وبيمسكهم كلهم. وبعد كده الكابتن هوك بيشكر جين علشان ساعدته، ووقتها بيسمع بيتر بان وبيزعل جدا منها. بتفكر جين الكابتن هوك بالوعد اللي هو وعده لها، وان هو مش هيأذي بيتر بان. فهو بيقول لها ان هو وعدها فعلا ان هو مش هيلمس شعرة منه، وبيمسك الشعراية وبيرميها قدامها، وبيقول لها ان بيتر بان ده بتاعه. بياخد بعدها بيتر بان والاطفال وبيمشي بيهم في البحر. فبتروح هي بسرعة تدور على تنة، بس بتلاقيها تعبانة وما بتردش عليها. فبتقعد جين تغني لها وبتعترف بوجود جنيات في أرض الأحلام. بعدها على طول بتقوم تنة وبتشكر جين علشان ساعدتها. وبعد كده جين بتحكي لها كل اللي حصل. وبنشوف بعدها الكابتن هوك وهو رابط بيتر بان وعايز يرميه في المية، بس جين بترجع علشان تنقذه. وبعدها بيهجموا على روك وحراسه علشان يفكوا الاطفال. وبعدها تنة بتاخد المفتاح بتاع صندوق الكنز، ولما بيجي سميع يضرب تنة بيضرب هوك بالغلط، ووقتها تنة بتوقع سميع في الميه. بعدها بنشوف جين وهي بتحاول تشد المفتاح، بس هوك بيهاجمها. ووقتها جين بتفتكر كلام والدتها وهي بتتكلم ان هي انتصرت على هوك وهي صغيره. وبعدها تنة بترش عليها غبار سحري وبتخليها تطير. وقتها جين بتكون مبسوطه جدا، وبتروح بعدها تفك بيتر بان، فبيجي هوك وبيربطها في العمود بخطاف. بس وقتها هوك بيكون واقف على الحبل، فبيجي بيتر بان وبيقطع الحبل ده. وقتها هوك بيقع في الميه وبيكون تحتيه الاخطبوط اللي عايز ياكله. وقتها الاخطبوط بيطارده والسفينه كلها بتقع في الميه، بس هوك في النهايه بيعرف يهرب من الاخطبوط وبيركب القارب مع القراصنه. وقتها بيتر بان وجين بيكونوا مبسوطين جدا، وجين بتقرر انها خلاص هترجع بيتها وبتودع الاطفال. وبتيجي تنة بترش عليها الغبار السحري وبتعرف تطير. واول ما بتروح البيت بتحضن والدتها وبتقول لها فعلا ان كلامها كان صحيح. وبتقعد بعدها مع دان اخوها وبتحكي له كل اللي حصل. وبعدها ويندي بتطلع على الشباك علشان تشوف بيتر بان، بس هو بيكون مستخبي منها. بس بتيجي تنة وبتعمل صوت فهي بتشوف. وقتها بيتر بان وتنة بيروحوا يسلموا عليها، وبعدين بيرشوا عليها غبار سحري. وبتقف ويندي في النهايه مع اطفالها وبتودعهم. وبكده يكون خلاص فيلمنا. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناه علشان يوصلك الملخصات الجايه كلها.